اهلا بكم حبايبي على قناة مريومة للتريكو والكروشيه. النهارده هنتعلم مع بعض غرزة بسيطة وسهلة وجميلة وتنفع صيفي او خريفي بالشكل ده. انا استعملت خيط اوليفيا اهو. خيط دوت قطن 100%. هو البكرة دي 50 جرام و200 متر اوليفيا 100% قطن، عشان لو احنا عايزين نعملها صيفي. انا عاملاها صيفي. والغرزة من مضاعفات الرقم 13، وهنزود غرزتين حواف، غرزة يمين وغرزة شمال. وعملتها باللونين دول، اللون ده مع اللون ده زي ما احنا شايفين كده اهو. طالعة غرزة جميلة خالص ورقيقة وسهلة، والاجور بتاعها جميل خالص خالص بالشكل ده. واستعملت مع الخيط دوت اللي هو اوليفيا ده ابر رقم 3.5. يلا بينا نشتغل ونشوف طريقة الغرزة ازاي. السطر الاول احنا اتفقنا ان في غرزتين حافة، يبقى اول غرزة هتبقى حافة، وبعدين الغرزة اللي بعديها هتبقى مقلوبة. هجيب الفتلة كده لقدام واعمل غرزة مقلوبة، وبعدين 4 غرز معدولين. يعني اجيب الفتلة للخلف كده واعمل 4 غرز معدولين. ادي 1 2 3 4. بعد كده هعمل غرزتين مع بعض معدولين، يعني الفتلة زي ما هي لتحت كده اهو، وهجيب الغرزتين دول كده مع بعض كده بالشكل ده، غرزتين مع بعض معدولين. غرزتين بعد كده مقلوبين، هجيب الفتلة قدامي واعمل غرزتين مقلوبين. 3 غرز عدل، هرجع الفتلة للخلف واعمل 3 غرز عدل. ادي 1 2 3. واعمل غرزة بعد كده مقلوبة، وهكرر مرة تانية برضو من اول غرزة مقلوبة. يبقى انا نهيت بغرزة مقلوبة، وهبتدي بغرزة برضو مقلوبة تاني اهو. غرزة مقلوبة، 4 غرز عدل، ارجع الفتلة. ادي 1 2 3 4. غرزتين مع بعض معدولين اهو بالشكل ده كده. بعد كده غرزتين مقلوبين، هجيب الفتلة لقدام. ادي 1 2 3 غرز عدل، ارجع الفتلة. ادي 1 2 3. وغرزة بعد كده مقلوبة، وهبتدي الغرزة مرة تانية من اول غرزة مقلوبة، وهكذا واكرر زي ما انا عملت. السطر التاني هعمل الحافة، غرزة الحافة اللي هي اول واحدة كده، وهعمل بعد كده غرزة عدلة، ارجع الفتلة للخلف. ادي غرزة عدلة، وبعدين غرزة مقلوبة، وبعدين هعمل لفة. وقبل ما اعمل اللفة اشوف الغرزة اللي بعديها. الغرزة اللي بعديها هتبقى مقلوبة، هتبقى اللفة بتاعتي مقلوبة بالشكل ده كده اهو. بصوا كده اهو. وبعد كده اعمل الغرزة المقلوبة، هعمل لفة كمان وغرزة مقلوبة كمان، وبعدين 2 عدل اهو. 2 عدل، طبعا انا لما اشتغل هيبان معايا كده زي ما انا بشتغل. ادي غرزتين عدل، 2 مع بعض مقلوبين. هجيب الفتلة لقدامي كده وهعمل غرزتين مع بعض كده مقلوبين، وبعد كده 3 غرز مقلوبين. ادي 1 2 3. وهنهي الغرزة بغرزة معدولة، يعني اجيب الفتلة كده للخلف
واعمل غرزة معدولة. كده الغرزة بتاعتي خلصت اهي. انا هكررها قدامكم مرة تانية. هبتدي بغرزة برضو عدلة زي ما ابتدينا. ادي اول غرزة اهي عدلة، وبعد كده غرزة مقلوبة كده، وبعدين لفة مقلوبة، بعدها غرزة مقلوبة ولفة مقلوبة برضو وغرزة مقلوبة، غرزتين عدل، غرزتين مع بعض مقلوبين. هجيب الفتلة للأمام واخدهم بالشكل ده، اتنين مع بعض مقلوبين، وبعدين 3 غرز مقلوبين اهو، 1 2 3، وهنهي الغرزة بغرزة معدولة. ارجع الفتلة للخلف واعمل غرزة معدولة، وابتدي الغرزة اكررها مرة كمان بغرزة برضو معدولة، واكرر زي ما انا اشتغلت. سطر رقم 3 هعمل الغرزة الحافة. الغرزة الحافة دي ممكن تعمليها يا مقلوبة على طول يا معدولة على طول، بس عشان تدي استقامة في الشغل زي ما احنا شايفين كده. يبقى عملت الحافة، بعد كده هعمل غرزة مقلوبة، الفتلة امامي اهي، غرزة مقلوبة، بعدين غرزتين عدل، ادي 1 2 2 مع بعض عدل. بصوا اهو الفتلة الخلف للخلف اهي، وهاخد الغرزتين كده مع بعض عدل، غرزتين مقلوبين. هجيب الفتلة قدامي كده واعمل غرزتين مقلوبين، ادي 1 2 5 غرز عدل. هرجع الفتلة كده للخلف واعمل 5 غرز عدل، ادي 1 2 3 4 5، وهنهي الغرزة بتاعتي بغرزة مقلوبة. وهكرر معاكم مرة تانية عشان تبقوا عارفين الشغل ماشي ازاي. هبتدي بغرزة مقلوبة زي ما ابتدينا اهو، وبعدين غرزتين عدل، 1 2 وغرزتين مع بعض عدل كده، ادي الغرزتين اهم، باخدهم الاتنين في غرزة واحدة، غرزتين مقلوبين، 1 2 5 غرز عدل. هرجع الفتلة بتاعتي للخلف واعمل 5 غرز عدل، ادي 1 2 3 4 5، وهنهي بغرزة مقلوبة اهو، وابتدي اكرر تاني غرزة مقلوبة، ونفس اللي احنا قلناه هنا هنكرره لحد اخر الشغل بتاعنا. رقم 4 هعمل الحافة بتاعتي، انا بشتغلها مقلوبة كده، وبعدين هشتغل غرزة عدلة. هرجع الفتلة كده واعمل غرزة عدلة، وبعدين غرزتين مقلوبين. هجيب الفتلة قدامي، ادي 1 ادي 2، وبعدين لفة. اللفة تبقى مقلوبة لان الغرزة اللي بعدها مقلوبة، وادي واحدة مقلوبة غرزة، وبعدين لفة تانية لفة مقلوبة برضو، واعمل غرزتين مقلوبين، ادي 1 2، وبعدين اعمل غرزتين معدولين. ارجع الفتلة واعمل غرزتين معدولين، غرزتين مع بعض مقلوبين. اجيب الفتلة قدامي، غرزتين مع بعض كده اهو مقلوبين، وبعدين غرزة مقلوبة، وهنهي بغرزة، ادي الغرزة المقلوبة اهي، وهنهي بغرزة معدولة. ادي كده السطر رقم 4 الغرزة بتاعته انتهت. ابتدي تاني بغرزة معدولة اهو،
غرزة معدولة، وبعدين غرزتين مقلوبين، وبعدين لفة وغرزة مقلوبة، لفة، غرزتين مقلوبين، وبعدين غرزتين معدولين عدل، 1 2، غرزتين مع بعض مقلوبين. هجيب الفتلة كده وادي الغرزتين مع بعض مقلوبين، وبعدين غرزة مقلوبة، وانهي السطر بغرزة معدولة، وهبتدي تاني بغرزة معدولة، وهكذا اكرر بقية السطر. السطر الخامس هعمل الحافة برضو، هي اول غرزة، وبعدين هشتغل غرزة مقلوبة اهي، وبعدين هعمل لفة، بس اللفة دي هتبقى معدولة. يعني ايه؟ يعني هلفها بالشكل ده كده، عشان اللي بعديها غرزتين مع بعض معدولين كده بالشكل ده، وبعدين هعمل لفة مقلوبة واشتغل بعديها 2 مقلوبين، غرزتين، ادي 1 ادي 2، وبعدين هعمل 5 غرز عدل. هرجع الفتلة كده واشتغل 5 غرز عدل، ادي 1 2 3 4 5، وبعدين هاخد غرزتين مع بعض معدولين ادي الغرزتين اهو مع بعض بالشكل ده كده معدولين، وبعدين هنهي الغرزة بتاعتي بغرزة مقلوبة، وابتدي برضو بداية الغرزة التانية برضو غرزة مقلوبة، وبعدين لفة، غرزتين مع بعض عدل اهو، لفة مقلوبة، غرزتين مقلوبين، 5 غرز عدل. ارجع الفتلة ادي 1 2 3 4 5، وبعد كده غرزتين مع بعض عدل اهم كده، وبعدين انهي بقى بغرزة مقلوبة، وابتدي الغرزة اللي بعديها برضو بغرزة مقلوبة، واكمل الغرزة بتاعتي. وصلنا للسطر السادس، هنعمل اول غرزة الحافة، وبعدين هنشتغل الغرزة اللي بعد كده غرزة عدلة، غرزتين مع بعض مقلوبين، يعني هجيب الفتلة قدامي كده وهعملهم كده مقلوبين، وبعدين 4 غرز مقلوبين. هخلي الفتلة قدامي واشتغل 4 غرز، ادي 1 2 3 4، بعدين هعمل غرزتين معدولين، ارجع الفتلة ادي غرزة وادي التانية، وبعدين 3 غرز مقلوبين. هجيب الفتلة قدامي واشتغل 3 غرز، 1 2 3، وهنهي الغرزة بغرزة عدلة كده، وابتدي اكرر الغرزة مرة تانية برضو بغرزة عدلة زي ما احنا ابتدينا غرزة عدلة، ماشي، واكرر اللي انا عملته هنا لغاية اخر الشغل. سطر رقم 7 اشتغل برضو الحافة اول غرزة، وبعد كده اول غرزة في الغرزة بقى غرزة مقلوبة اهي، غرزة مقلوبة، بعدين غرزة عدلة، وبعدين لفة وغرزة عدلة، لفة غرزة عدل، وبعدين غرزتين مقلوبين، 1 2 3 غرز عدل اهو، 1 2 3، غرزتين مع بعض عدل اهو،
ادي غرزتين مع بعض اهم، اخدهم بالشكل ده كده. وبعدين غرزة مقلوبة، وابتدي اكرر مرة تانية برضو غرزة مقلوبة، اكرر اللي انا اشتغلته وابتدي اكمل لحد اخر السطر. السطر رقم 8 اشتغل برضو اول غرزة، غرزة الحافة، وبعد كده هشتغل غرزة عدلة، ارجع الفتلة، غرزة عدلة، غرزتين مع بعض مقلوبين، اجيب الفتلة كده اشتغل غرزتين مع بعض بالشكل ده كده، وغرزة واحدة مقلوبين، وبعدين غرزتين مقلوبين لوحدهم، ادي واحد ادي اتنين، وبعد كده غرزتين عدل، ادي واحد اتنين، 5 غرز مقلوبين، ادي واحد ادي اتنين 3 4 5، وبعد كده غرزة عدل، وابتدي اكرر الغرزة مرة تانية برضو، غرزة عدل، وبعدين غرزتين مع بعض مقلوبين كده زي ما اشتغلنا في الاول خالص، وبعد كده غرزتين مقلوبين، واحد اتنين، وبعد كده غرزتين عدل، واحد اتنين، 5 غرز مقلوبين، ادي واحد اتنين 3 4 5، وغرزة عدل، وابتدي اكرر تاني غرزة عدل، وهكذا لحد اخر السطر. السطر رقم 9 اول غرزة حافة، الغرزة اللي بعديها اللي هي غرزة الغرزة يعني اول غرزة هتبقى واحدة مقلوبة، وبعد كده 2 عدل، ارجع الفتلة، ادي واحد ادي اتنين، وبعدين لفة واحدة عدل، ولفة وغرزتين عدل، واحد اتنين، وبعد كده غرزتين مقلوبين، واحد اتنين، وبعد كده غرزة عدلة وغرزتين مع بعض عدل كده، اخدهم بالشكل ده كده، وغرزة واحدة، وبعد كده غرزة مقلوبة، دي نهاية الغرزة خلاص. وابتدي الغرزة بقى اكرر من جديد، غرزة مقلوبة، واكرر بقى 2 عدل، لفة واحدة عدل، لفة 2 عدل، 2 مقلوب، واحدة عدل، 2 مع بعض عدل، واحدة مقلوب خلاص. يبقى انا هكرر اللي انا عملته دوت لغاية اخر السطر. العاشر والاخير ادي اول غرزة هي غرزة الحافة، بعد كده هشتغل غرزة عدلة ولفة، اللفة تبقى مقلوبة بالشكل ده، لفة مقلوبة كده عشان اخد بعديها غرزتين مع بعض مقلوبين كده وبعدين لفة بس لفة معدولة بقى، لفة معدولة كده، وبعدين غرزتين عدل ادي واحد ادي اتنين، وبعدين غرزتين مع بعض مقلوبين، اجيب الفتلة قدامي كده واشتغل ادي غرزتين مع بعض مقلوبين، وبعدين 5 غرز مقلوبين، ادي واحد اتنين 3 4 5، وبعد كده هنهي الغرزة بغرزة معدولة، وابتدي واحدة تانية برضو بغرزة معدولة، وهكرر اللي انا عملته هنا، واكرر بقى لغاية اخر السطر. الغرزة حبايبي اهي في الاخر اهي، شكلها زي ما احنا شايفين شكلها جميلة ورقيقة اهو، كلها اجور كده، تنفع بقى خريفي او صيفي. شكرا لكم حبايبي وربنا معاكم.